السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا أصدقاء. تحدثنا في المقاطع السابقة عن توقعات مسألة السيدة مالهون، وهل ستعترف السيدة بينغي أمام الجميع وتخبرهم بكل ما فعلت أسمهان؟ لابد أن نعلم أن أسمهان ستموت في نهاية الحلقة القادمة أو في بداية الحلقة التي بعدها، فكيف سيكون ذلك؟ وهل سيأتي مسعود لقتلها بتهمة خيانة الدولة السلجوقية، أو أنه سيهتم بعلاء الدين فقط في قونيا ويترك عقاب أسمهان على يد السيد عثمان؟ وهل ستموت أسمهان على يد بينغي أو على يد مالهون؟ وما هي الشخصيات الجديدة التي ستظهر كمحاربين للسيد عثمان؟ سنجيب على هذه الأسئلة في هذا المقطع، فتابعوه للنهاية. ولكن أولا اذكروا الله تعالى وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهيا بنا لنكمل. أولا سنتحدث عن مسألة اتهام السيدة مالهون. انتهت الحلقة السابقة على مشهد عثمان وهو يسمع من المحارب أن السيدة مالهون تم أسرها في سوغوت، وأسمهان تقول أنها ستحاكم مالهون قبل مساء هذا اليوم. وهذا المشهد عندما أتى عثمان إلى سوغوت في الإعلان الأول لأصدقائه ليس في المساء، وإنما أتى مباشرة بعد سماعه الخبر، أي أن بداية الحلقة القادمة ستكون بهذه اللحظة. فعندما أتى عثمان ووقف بحصانه هكذا عند باب سوغوت وخرجت أسمهان، قال لها: متى تم إيقافي من قبل؟ والآن أقول لكم يا أصدقائي أنه لم يستطع في تلك اللحظة فعل شيء، وإنما أسمهان أقنعته بطريقة ما بأن مالهون ستحاكم بطريقة عادلة. بعدها سيخرج عثمان مع محاربيه للتفكير في هذا الموضوع، وسيحاول باستعمال بالا أن يقنع السيدة بينغي بالاعتراف، وفي نفس الوقت سيقول للمحاربين أنه سيحرر مالهون بالسيف إن لم تعترف بينغي. بعدها توقعوا أنه سيصله خبر من تورغوت أو الشيخ أديب علي بأنهم وصلوا إلى تبريز وتحدثوا مع الإلخان محمود غازان، وأن غازان فعل ما يريدونه. فغازان سيتأكد من خلال الرسالة أن أسمهان وابنها خونة، وأنهم يساعدون نايمان الذي تمرد عليه، وسيأمر غازان بأن يقتلوا السلطان علاء الدين. وفي هذا الوقت سيكون السلطان مسعود في قونيا قد جمع عددا معينا من الحلفاء خلفه بمساعدة كونور، وعندما يقوم المغول في قصر علاء الدين بتنفيذ ما أمر به غازان، سيظهر مسعود مع حلفائه من السلاجقة ويخبر الجميع بخيانة أسمهان وابنها. سيكون هذا بعد كشف جميع خيانات أسمهان من قبل السيد عثمان ومالهون. وأتوقع يا أصدقائي أن مسعود سيعود إلى عرشه في الحلقة السادس أو السابع والعشرون، ولا أظن أن كونور سيعود إلى السيد عثمان، بل سيعينه مسعود وزيرا أو سيعطيه منصبا ما في الدولة السلجوقية، وبهذا سيساعد عثمان أكثر من أن يبقى محاربا معه. وإلى الآن يا أصدقائي لم نرى قصة كونور، هذا المحارب الذي كان قائدا في الدولة السلجوقية من قبل. سنعرف قصته في الحلقات القادمة، لأن المسلسل لمح لهذا عندما كان المحاربين مع كونور وسألوه أن يخبرهم عن نفسه. بالنسبة للمحاربين الآخرين الذين بجانب السيد عثمان فقد قل عددهم يا أصدقائي بعد ذهاب تورغوت وكونور والشيخ أديب علي. لهذا ستأتي شخصية جديدة لتملأ مكانهم، وستكون هذه الشخصيات تاريخية حقا يا أصدقائي، ولن تكون مجرد إضافة لملء المسلسل وفقط، بل سيظهر ربما سامسا شاويش أو أكشا كوجا، لأن تورغوت الذي رحل شخصية تاريخية، أيضا الشيخ أديب علي شخصية تاريخية كما نعلم جميعا. أما كونور فلا أعلم صراحة يا أصدقائي، ولكن ما أعلمه أن هناك أخبار حقا بخصوص الشخصيات التي ستظهر. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذا المقطع، فإذا أعجبكم هذا المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وكونوا بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.